النهارده جايين نعمل اعلان بس مش للستودنتس، النهارده جايين نعمل اعلان للانجلش انستراكتورز او الانجلش تيتشرز. اهلا بيكم، انا مستر عصام وجيه، سي او مانجر انريتش اكاديمي. لو انت طالب في تربيه انجلش او في اداب انجلش او حتى جراديويت وعايز تعرف ازاي تبدا في كارير تيتشنج، فالفيديو ده علشان كتير من الجراديويتس من تربيه انجلش او اداب انجلش او حتى غيرها اللي عايزين يبداوا في كارير الانجلش تيتشنج بيبقى عندهم مشاكل كتيره جدا ومش بيبقوا عارفين يبداوا منين بالظبط علشان يعملوا بروفيشنال كارير. فكتير منهم بيروحوا انترفيوز وكتير منهم بيحاولوا ان هم يبداوا، بس ده بيسبب لهم احباط بعدين لما بياخدوا ريجكشنز كتير جدا او مش بيعرفوا ان هم يشتغلوا في بروفيشنال اكاديمي. وده بيكون بسبب ان هم ما عندهمش الستاندردز الكافيه او الخبره الكافيه اللي الاكاديميز بتدور عليها في السوق علشان يشتغلوا بيها. فعملنا لك التيتشنج دبلومه دي علشان من خلالها تقدر تبقى بروفيشنال انجلش انستراكتور، واللي عن طريقها هتقدر تكتسب الستاندردز اللي من خلالها تقدر تشتغل في اي اكاديمي محترمه في مصر. هتدرس في الدبلومه دي اللي هيساعدك من اول الجوب انترفيو لحد ما تدخل كلاس حقيقي فعلا وتبدا تتيتش فيه بانترناشونال ميثودز. وبما اننا اتكلمنا عن انترناشونال ميثودز فمفيش احسن من السلتا اللي تقدر من خلالها تتعلم ازاي تتيتش بانترناشونال تكنيكس في التيتشنج. كلنا عارفين ان السلتا شهاده دوليه معتمده كل التيتشرز في العالم نفسهم تكون معاهم، بس هي غاليه جدا وبتحتاج افورت جامد جدا. فاحنا في الدبلومه اللي بنقدمها لك هنقدم لك بري سيل اللي هتساعدك تعرف انترناشونال تكنيكس عشان تعرف تتيتش بيها وانت موجود معايا هنا في انريتش. وبما اننا بنؤمن بالتخصص فاحنا خلينا الجزء ده اللي هيدرسه لك في الدبلومه هتكون سلتا هولدر، وهتكلمكم دلوقتي حالا عن الكونت. ازيكم؟ انا رشا حجازي، سلتا هولدر والسي او في سمارت اكاديمي. بعمل ايه هنا في انريتش؟ جاي اكلمكم عن الانجلش تيتشنج دبلومه اللي هتتقدم في انريتش والبارت بتاع البري سلتا اللي انا هكون مسؤوله عنه في الدبلومه. في الجزء الخاص بالبري سلتا نعرف مع بعض انفورميشن كتير عن السلتا كورس، منها ازاي المانوال تتبعث، ازاي ندرس بالفريم وركس المختلفه، ازاي نتيتش كل سكيل لوحدها، وازاي نعمل ليسن بلانز. ودي حاجه من الحاجات بتخليك بروفيشنال وانت بتعمل اي انترفيو، وده هيساعدك تبقى كرييتيف انستراكتور. ودي من اكتر الحاجات اللي بيدور عليها الاكاديميز اللي بتدرس انجلش في مصر. مش بس كده، كمان هيوصلك ريبورتس باهم البوينتس اللي محتاج تشتغل عليها، وده هيساعدك تشتغل على ديفلوبمنت عندك. ولما بيتم تقييمك في تيتشنج دبلومه بشكل دوري ده بيساعدك ان انت تبقى موجود على اول الطريق وتبدا بسرعه شغل. علشان كده التيتشنج دبلومه شهرين، شهر انبوت وشهر اوتبوت، يعني جزء نظري وجزء عملي. واي حاجه هندرسها في البارت بتاع البري سيلتا طبعا هيكون تابع لكامبريدج كرايتيريا، يعني المعايير العالميه للتدريس في جامعه كامبريدج. كمان ازاي تعرف تيفالويت الستودنتس بتوعك من اول ما بيكونوا موجودين في البدايه خالص لحد ما يعدوا الليفل معين عشان يطلعوا الليفل اللي بعده وهكذا على معيار صفر طبعا. وازاي تقدم ديتيلد ريبورتس للستودنتس اللي عندك علشان يشوف الديفلوبمنت بتاعهم اول باول. كمان لو انت مش حابب تشتغل في اكاديمي او لو انت اوريدي مش شغال في اكاديمي وعايز تكون برايفت تورر، برضه هنقول لك ازاي تعمل ده بطريقه بروفيشنال. فليه تبدا من اول الطريق لوحدك وتضيع وقت ومجهود كبار جدا في حين انك ممكن تبدا صح عن طريق مساعده هيقدمها لك انستراكتورز موجودين في المجال بقالهم 11 سنه. ومش بس كده، كمان احنا مش بنساعدك بس في البارت التكنيكال اللي ليه علاقه بالانترفيو والتيتشنج ميثودز اللي هتقدمها في الكلاس للستودنتس بتوعك، احنا كمان بنساعدك تطور اللانجوج بتاعتك، تظبط الاكسنت بتاعتك، تظبط الفلوينسي بتاعتك، يبقى عندك فلو كويس، بتقدر تفكر بالانجلش بشكل كويس. ولو انت اوريدي كويس هنقدر نفيدك انك تديفلوب الجزء ده. ففي كل الاحوال احنا بنحطك على اول الطريق. في نهايه الدبلومه ان شاء الله هتقدر تحصل على شهاده معتمده من انريتش اكاديمي فيها كل الديفلوبمنت اللي انت عملته وكل اللي انت درسته معانا وكل الديموز اللي انت قدمتها ونتائجها والايفالويشن بتاعتك، وده هتكون حاجه قويه جدا تقدر تضيفها للسي في بتاعك وتستخدمها ان شاء الله عشان تقدم بيها على اي شغل قدام. حاجه اخيره، في مفاجاتين. المفاجاه الاولى ان الاوائل في كل دفعه ان شاء الله هتكون موجوده معانا في الدبلومه دي هيكون ليها فرصه ان هي تشتغل معانا في انريتش اكاديمي از انجلش انستراكتور. تاني مفاجاه معانا ان كل الناس اللي هتشترك معانا ان شاء الله في اول دفعه في الدبلومه هيكون ليهم فري اسسمنت لللانجوج بتاعتهم والسكيلز بتاعتهم في التيتشنج. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر تقدر تسيب لنا كومنت او تبعت لنا على رسائل البيج او تبعت لنا على الواتساب وانا اعرفك كل التفاصيل ان شاء الله. مستنيين.